تم استدعاء زوجة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لأخذ أقوالها في واقعة المعاكسة اللي حصلت في مول أركان بالشيخ زايد. وقالت إن هي كانت أثناء ما هي كانت هي وأصحابها وأصدقائها من قرايبها بتتفرج على فيلم في السينما اللي موجود في المول، اتعرضت لمعاكسة من أحد رواد المول وتوجهت للأمن واشتكت لهم، ولكن ما حدش من الامن عمل لها اي حاجه. وبناء على اقوال افراد الامن انه فوجئوا الساعه 6 صباحا او من 6 ل 7 صباحا فوجئوا باللاعب امام عاشور بيقتحم المول وبيدخل، ولما اعترضوه وقالوا له ان ما فيش محلات فاتحه حاليا وحضرتك جاي ليه دلوقتي وبتاع، فهو ما سمعش حد وفضل مستمر في هجومه على المول، هو وحوالي من 10 ل 15 فرد كانوا جايين في 3 سيارات واستمروا. لما جه مشرف الامن يعترض امام عاشور تعدى عليه، ده على حسب اقوال مشرف الامن، لحد تعدى عليه ولحد ما وقعه وفقد الوعي للحظات. دي تفصيل الواقعه اللي حصلت واقوال زوجة امام عاشور واقوال مشرف الامن او افراد الامن اللي كانوا متواجدين. فهي بتقول لك انا تم التحرش بيا او معاكستي وانا اشتكيت للامن. انا مش فاهم هو اصلا وجود الامن ده يعني يا جماعه. شركات الامن الخاصه دي وجهه نظري ملهاش اي 30 لازمه في الاماكن دي، ولا في المولات ولا في المستشفيات ولا في المواقع الحساسه، لان هم لا يملكوا اي شيء ولا يملكوا اي صلاحيه. لو افترضنا ان حد عاكسها من رواد المكان واشتكت لفرد الامن، فرد الامن هيعمل ايه؟ ولا شركه الامن كلها، شركه الامن الخاصه هتعمل للشخص ده ايه؟ ويوم ما تيجي تكلمه لو فرد امن حب يكلم الشخص ده هيقول له طبعا زي ما احنا عارفين الجمله المشهوره والمعروفه، انت عارف انت بتكلم مين ولا ابن مين والحكايه والروايه. تعالوا يا جماعه اتفرجوا على المواقف والمناظر اللي بنشوفها في المستشفيات مع افراد الامن الشركات الخاصه دي واللي بيحصل معاهم ايه. انا مش متحيز لحد، ولكن ده الواقع الحقيقه. لو وقفت على بوابه من بوابات المستشفيات اللي هو مع يعني ايه مكلف لشركات خاصه بحراستها، بنشوف مهازل، نشوف تعديات واعتداءات على الناس دي بشكل منقطع النظير، والكل متخيل ان الناس دي يعني ما لهمش اي لازمه خالص ولا يملكوا اي صلاحيه. هو المهم هم معاهم صلاحيات ولكن على الورق، لكن تيجي تنفذ ما فيش. كله معتقد زي ما احنا قلنا كده ان هم ما لهمش اي 30 لازمه، والكل بيحط عليهم ومفيش مشكله خالص، ومفيش مانع ان يحصل مد ايد وتعدي وسباب وكل اللي يخطر على بال اي حد بيعمله مع افراد الامن في مختلف الاماكن مش مكان معين يعني. فاما نيجي نقول ان هي اشتكت لفرد امن او ايا كان على اساس ان فرد الامن ده مثلا وزير الداخليه ولا ضابط ولا ايه بالظبط، هم كل الحكايه شركات خاصه بتاخد فلوس من المكان وبتدي نسبه صغيره للافراد والمشرفين، والباقي بياخدوه من اصحاب الشركات، والاماكن دي بتستفيد ان هم ما بيدفعوش طبعا زي ما هيدفعوا وزاره الداخليه في تامين وحراسه الاماكن دي. لكن الحل الامثل والوحيد ان شركات الامن دي تتلغي، شركات الامن الخاصه دي تتلغي خالص نهائي، والخدمات والتامين والكلام ده يبقى منسوب لوزاره الداخليه. وزاره الداخليه بقى تعين الناس دي تحت اشرافها هي او لحسابها هي، دي حاجه تانية. فيبقى فرد الامن اللي واقف لابس ميري رسمي لبس وزاره الداخليه، فده هيفرق كتير جدا مع العامه، مع عامه الناس ومع عامه الشعب والناس اللي شايفه نفسها ان هم اولاد بارم ديلهم ولا بارم ديله، اللي بيقول لك انا ابن مين. هو مجرد ما هيشوف اللي واقف ده لابس لبس ميري وزاره الداخليه هتفرق كتير جدا مع الناس دي، على الاقل بنسبه 80% مشاكل مش هنشوفها من اللي بتحصل حاليا. احنا ملناش غير يعني معظم الشعب، لا طبعا في ناس محترمه، ولكن معظم الناس ما ينفعش معاها غير العين الحمراء. لما يشوف البني ادم ده لابس ميري ورسمي وينسب لوزاره الداخليه هتفرق كتير، هيفرق كتير جدا. بعد ما كان بيشتم وبيسب ويمد ايده ويلعن والكلام ده كله، التعامل هيفرق يعني من السماء من الارض للسماء. فوجهه نظري اولا واخيرا المشكله مش مشكله دلوقتي امام عاشور. احنا عرفنا ان امام عاشور دلوقتي برضو اتطلب في النيابه واتخذ اقواله، وهو يعني معرض ان هو يقع تحت المساءله القانونيه، لانه هو دخل واعتدى على مشرف الامن
وفعلا احدث اصابات ممكن تكون جلطات او كدمات. فمشرف الامن بيقول انا معايا فلاشه مصوره كل اللي حصل، وان هو مدان امام عاشور. مبدئيا ما معهوش فلاشه او معاه فلاشه، الاعتداء طبعا ما ينفعش حد يوافق عليه ولا يوافق باللي بيحصل ده. ان انا اشوف نفسي بني ادم غير البني ادمين اللي عايشين معايا، وانا ابقى من فئه تانية او في مكان عالي ومكان مش مع البشر اللي موجودين. لا، الاعتداء والتعدي على حقوق الغير ايا كان مرفوض تماما من اي شخص، كان ايا كان امام عاشور او غير امام عاشور. نرجع للقضيه الرئيسيه زي ما قلنا، شركات الامن الخاصه ملهاش اي 30 لازمه فعلا حقيقه. الناس دي متبهدله، الناس دي شايله الطين وشايله الجله. اللي ما يعرفش بقى يعني ايه الجله، لو حد عارف يبقى يعرف اللي ما يعرفش. يعني الناس دي زي ما قلنا شايله الطين فعلا حقيقي. يعني شوفوا يا جماعه اللي ما يعرفش الناس دي شايله ايه، يشوف النادي، يروح اي نادي، يروح اي مستشفى، يروح اي مكان خاضع لتامينه لشركه خاصه، يروح يتفرج على المواقف والناس اللي بيحصل لها، وافراد الامن ومشرفين الامن والناس كل المسؤولين عن موضوع الامن الخاص ده. يشوف ايه اللي بيتم، ومشاكل لا تعد ولا تحصى عشان خاطر اللي ماسك التامين ده فرد عادي، انسان عادي لا حول له ولا قوه. وفي الاخر في اي مشكله لازم هيجي اللي بيشيل الخطا، اللي بيشيل الليله هو فرد الامن. لان ما ينفعش ان انت مثلا لو في مكان ما، لو في نادي او في مول او ايا كان، مش هتنصر العميل على فرد الامن. هو في الاخر بتيجي لو الواقعه مش متصوره، في الاخر اي مشكله بين فرد الامن وبين رواد المكان، فطبعا فرد الامن هو اللي هيشيل الليله، وممكن يتفصل، ممكن يتخصم له. ده اللي بيحصل، ده الواقع، ده الحقيقه. فحرام يا جماعه، حرام. موضوع شركات الامن الخاص ده مفروض يتلغي او يتقنن، او الناس دي تشتغل تحت مظله وزاره الداخليه، بحيث يبقى في رادع للبشر، رادع للبشر، الناس اللي بتتعامل مع الناس دي. واخيرا اتمنى ان كل واحد ياخد حقه بالقانون، وما اتمنى يا رب ان ما حدش يهدر حقه تحت مظله بقى مشهور او معروف او ايا كان، او التحقيقات. مش عايزين نفسر اكتر، ممكن تقول ان الموضوع مشاجره وفي الاخر حق الناس يروح. اتمنى لكم في الاخر السلامه من كل سوء ومن كل شر، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. التعامل هيفرق يعني من السماء، من الارض للسماء. فوجهه نظري اولا واخيرا، المشكله مش مشكله دلوقتي امام عاشور. احنا عرفنا ان امام عاشور دلوقتي برضو اتطلب في النيابه واتخذ اقواله، وهو يعني معرض ان هو يقع تحت المساءله القانونيه، لانه هو دخل واعتدى على مشرف الامن، وفعلا احدث اصابات ممكن تكون جلطات او كدمات.